السلام عليكم عاملين إيه؟ جبت لكم سر الحلبسة من الراجل نفسه بتاع حمص الشام. الحلبسة هي حمص الشام اللي بيتباع على الكورنيش واللي احنا كنا بنحبها وكانت ملقبة بالحلبسة. طيب، أنا اللي بندوقها بره غير اللي احنا بنعملها في البيت. طب ايه التكاية اللي هو بيعملها الراجل؟ أنا هقولكوا. أول حاجة الحمص لازم يكون منقوع. نغلي مية نحط فيها بصلاية طماطماية ليمونة سليمة بس. طيب إيه تاني؟ التوم. ما ينفعش إن أنا أحط التوم مفروم، ليه؟ هيريم، هيخلي فيها ريم وتبوظ. أنا هاحط التوم زي ما انتم شايفين كده، فصين توم هاقطعهم حلقات. البصل ما يتقطعش صغير أوي، البصل يا دوب تقطعيها 4/4، ما تكتريش البصل. دي التكات اللي قال لي عليها. الليمونة تتحط سليم، الليمون لا يتعصر في المَيّة ولا يتحط مقطّع في المَيّة، يتحط ليمونة سليمة. تمام. وأهم حاجة في كل دوّة إن المَيّة تكون مغلية الأول قبل ما تنزّلي الحُمُّص، علشان ما يشدّش منِّك أو ما يريّمش منِّك، فطعمه يكون مغيّر. غير إن إحنا لازم ننقع حُمُّص الشام بتاعنا حوالي يعني أقل حاجة ساعتين قبل ما نبدأ نشتغل بيه، علشان يدّيني السِوَى المضبوط بتاعه. أنا هنا ضِفت الحمص أهو بعد ما اتنقع، والبصلة والتومة والطماطماية، ما اكترش برضه الطماطم لإنه بيدّيني مزازة مش حلوة. هي طماطماية واحدة، ده حوالي ربع كيلو حمص الشام. تمام. ما احطش أي ملح ولا أي حاجة دلوقتي خالص، هي رشة سكر بس علشان تساعد على تسوية الحمص بتاعي. وما اكترش عن إيه، يعني معلقة صغيرة تقريبًا سكر اللي هاحطها، غير كده ما احطش، ولا احط بقى كربوناتو ولا احط الحاجات الاختراعات اللي بقت تتحط دلوقتي، ولا احط معلقة صلصة ولا الكمون ولا الحاجات دي تتحط عليه خالص طول ما هو بيستوي. أنا هنا بقى هاستنى لغاية لما يغلي، وهاوطّي عليه النار واسيبه يعيش ويتعايش كده مع نفسه، يستوي مع نفسه وعلى نار هادية خالص، ما تكونيش مستعجلة عليه علشان تاخدي نتيجة مطلوبة. يعني لو هتاكليه بالليل اعمليه الضهر، لو هتاكليه الصبح اعمليه بالليل، يعني سيبيه ياخد وقته خالص. هو كده منقوع ومش هياخد وقته في التسوية. ده تقريبًا شكله بعد حوالي نُص ساعة من غليه على النار، بدأت الطماطم تطلّع لونها الجميل، وبدأ إن هو يدخل في السِوَى وما اسودِّش ولا أي حاجة. الليمونة برضه مديّة له taste حلو ومخلياه ما يسودِّش. وده بقى كان شكله النهائي بعد حوالي ساعة على النار. جبنا بقى الكوباية بتاعتنا وحطينا فيها معلقة أو ربع معلقة شطة كده ونُص معلقة كمون. كنت أنا بقى ضِفت الملح خلاص على الحمُّص بتاعي وقلّبته، وهابدأ بقى إن أنا أنزّله في الكوباية. بُصّوا ما شاء الله بقى بيرجّعنا لأيام جميلة، وبيدفّي وبيغذّي وسناك حلو أوي للأولاد، وحاجة يعني تدفّيهم كده وتغذّيهم بدل الحاجات الشيبسي والكيكات والحاجات اللي ما لهاش أي فايدة. بُصّوا ما شاء الله الحمُّصية حلوة كده ماسكة نَفْسها، والمَيّة دي كان طعمها سحر حاجة تاني كده. والليمون بقى يتحط في الآخر. طبعًا حتى بعد ما استوى ما نزوّدش التوابل على الحمص نفسه، التوابل بتتحط على الكوباية اللي بتتقدّم. وأدي بقى الليمونة بتاعتي، اعصري بقى ليمون زي ما أنتِ عايزة، حطّي شطة، حطّي كمون، اللي أنتِ عايزاه كلّه ضيفيه على الكوباية بتاعتِك، وتحطّيه في التلاجة بيقعد بالأسبوع ما بيجرالوش أي حاجة. بصراحة كانت وصفة ممتازة جدًا، ويا رب تجرّبوها وتعجبكم، وتدعوا لي دعوة حلوة كده وتقولوا لي والله يا سمر كانت فعلًا وصفة حلوة، وفعلًا الحمص نجح معانا وطعمه ما غيّرش وقعد فترة طويلة في التلاجة. بُصّوا شكل الكوباية من قريب، بُصّوا الحمص فيها عامل إزاي، ما شاء الله جميلة جدًا. طعمها كان حلو أوي وبتدفّي كده ومغذية، وبجد هترجّعكم كده لذكريات الكورنيش. ونورتوني في قناتي مطبخ سمر، وكل سنة وأنتم طيبين.